السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه هالة ارت. باذن الله هنعمل مع بعض النهارده فيديو جديد هنزين فيه الاقلام. هنعمله هنا على شكل استيكه. حجم الاستيكه طبعا تقدروا تتحكموا فيه، عايزينه اكبر من كده او اصغر من كده، دي حاجه شخصيه ليكم. فخلينا نبتدي على بركه الله ونشوف في الاول احنا هنحتاج ايه. هنحتاج طبعا للفوم. معايا هنا ورقه فوم باللون الابيض، كان مقاسها 25 سنتي في 6 سنتي. همسكها في الاول وهتنيها بالشكل ده كده، بعد كده هفردها تاني وابتدي ان انا احط عليها شمع وهتنيها بالشكل ده. واحط هنا شمع تاني وهتنيها. هتكون معانا بالشكل ده كده. هجيب بعد كده قطعة الفوم اللي كان مقاسها 11 سنتي في 3 سنتي وهلفها حوالين الاستيكة. هتكون معايا بالشكل ده كده. هنبتدي نرسم عليها اي شكل احنا حابينه. احنا هنا عملنا الشكل ده، فهنا هنعمل شكل مختلف. هناخد قطعة الفوم اللي كان مقاسها 6 سنتي في 3 سنتي وهنجيب القلم الرصاص او القلم الجاف وهنبتدي ان احنا نلفها حواليه. هنحتاج بعد كده اي قطعة صغيرة من الفوم وهنحط هنا كده سيليكون وهننزلها فوق القطعة دي. هتبقى معانا بالشكل ده كده. هنحطها في القلم وهنجيب الجزء ده وهنحط عليه من هنا سيليكون ونثبت فيه القلم. هنستعمل بعد كده قطعة الفوم اللي كان مقاسها 2.5 في 3 وهبتدي ان انا اتنيها الاول بالشكل ده كده نصين على بعض، وبعد كده انزل النص ده لورا والنص التاني لورا. هتبقى معانا بالشكل ده. هجيب اي خيط عندي وهبتدي ان انا الفه حوالين الشكل اللي احنا عملناه. هنلفه في النص بالظبط. هتدينا شكل الفيونكة ده كده. هثبته هنا ومعايا هنا الفصوص دي هحط واحدة هنا في النص وهيكون ده كده الشكل النهائي للأقلام اللي احنا عملناها. نقدر ان احنا نخلعها او نركبها بمنتهى السهولة عشان لو القلم خلص. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.